الآن لسيادة النائب ضياء الدين داوود. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، يعني في أولى كلماتي في الفصل التشريعي الثاني ومع هذه الجدية الملموسة من الأغلبية ومن الأقلية، يعني هيخليني أن أنا أتحدث قبل ما أوجه كلامي تعقيباً على خطاب وزير التنمية المحلية أن أحذر من واقع التجربة في الفصل التشريعي الأول، ألا تنتهي أحاديثنا إلى فضفضة مع الحكومة حتى وإن كانت هذه الفضفضة فضفضة قاسية. العبرة لما الشعب هيتابع هذه الجلسات أن يجد مردوداً على الأرض بأداء مختلفاً نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، لأن البرلمان وفقاً للاختصاصات الدستورية هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فبما أنه هو اللي بيضع وبيلزم الحكومة بالتنفيذ، فعندما يتحدث البرلمان لا تناقشه الحكومة بل تلتزم بما انتهى إليه البرلمان، ولا تتحول الأوراق اللي بالآلاف من نتاج عمل اللجان البرلمانية النوعية إلى أوراق في أدراج الحكومة حبيسة لا يطالها التنفيذ. أود بداية من هذه النقطة أن أنطلق وأقول لنفسنا إذا أردنا أداء للحكم المحلي مختلفاً عن ما كان وعما سبق، علينا أولاً أن نبادر بأنفسنا لإصدار قانون امتنع البرلمان في فصل التشريع الأول عن إصداره، وهو قانون الإدارة المحلية، علشان تخفف عن نفسك وعن كاهلك كنائب إنك بتنادى عليك على شوية الصرف الصحي وعلى الماسورة الضربة وعلى اللمبة المطفية، فيدخل النائب في ديلمة لا يخرج منها بعد 5 سنوات. والتقييم أنتم شايفين من عاد إلى البرلمان بعد 5 سنوات قلة قليلة ممن كانوا في الفصل التشريعي الأول. ننطلق من ده محذرين من خبرات الماضي. اجتمعنا كهيئة برلمانية على سبيل المثال، وانتم عارفين ان انا في هذه القاعة لا اتحدث بخصوصية جغرافية، اجتمعت هيئة برلمانية مكتملة لمحافظة دمياط مع رئيس الوزراء في يناير 2020، ساعات مطولة لهذا الاجتماع، انتهى لعدد من القرارات لم ينفذ منها شيء. دي محافظة متميزة وأنتم تعلمون أنها محافظة صناعية غائدة، بنباهي بأنها تكون نموذج في القيادة العامة الاقتصادية لهذه البلد. أوضحها إيه؟ أوضحها متغطية الآن نتيجة الصناعة بتتراجع بشكل كبير جدا نتيجة أسباب كثيرة لا يطول وزير التنمية المحلية منها إلا القليل، أداء مهترئ للأجهزة المحلية اللي موجودة نتيجة إن إحنا مع على سكرتير عموم ما تلاقيش، وتختلف طبائعهم، رؤساء مجالس مدن وقرى حدث ولا حرج، ولا تميز ليك محافظة على أخرى، القماشة دايبة. تيجي تتكلم عن مسابقات بيصدر منها وبيجي منها القلة القليلة النادرة. لما رئيس الوزراء يقول في يناير 2020 في حضور هيئة برلمانية مكتملة 100 مليون جنيه علشان نحاول ان احنا نصلح من اوضاع طرق رئيسية متهالكة في محافظة، لما تصرخ 3 محافظات من ان الطريق الرابط ما بينهم دمياط وبورسعيد بقينا بنسميه وعرف النواب وعرفت مصر ان اسمه طريق الموت، تطلع منه على طريق الاسماعيلية تبقى في دولة تانية. احنا عايزين مصر واحدة، مش عايزين مصرين، مش عايزين مصر 5 نجوم ومصر سالب 5 نجوم تعيش في القرى ونجوع مصر. عايزين مصر الكبيرة بعاصمتها الإدارية بمشاريعها الكبرى اللي احنا بنفخر بيها، ربط لا يقبل التجزئة مع قرى مصر، مع شوارعها وحواريها. هنا يحصل الانسجام اللي يؤدي إلى إيه؟ إلى وحدة وسلامة الجبهة الداخلية اللي هي مسؤولية مشتركة ما بيننا مجلس نواب وحكومة، السلطات مجتمعة، دورها أن كل منا يؤدي دوره. لما ال100 مليون دول ما يجوش وإحنا لسه مجتمعين بعد أيام يجي خطاب وزير التنمية المحلية لمحافظ دمياط مفيش فلوس، وإحنا كنا قاعدين مع مين؟ ده إحنا قاعدين مع رئيس الوزراء مش مع حد تاني. لما يقول 100 مليون وتاني يوم ما يجوش وما يتعملش حاجة، لا مش بس كده، وتيجي وزارة التنمية المحلية تزيد الطين بلة
تقوم عامله ايه؟ نقله الطرق الرئيسيه كلها الى ولايه المحافظات. تصرف عليها المحافظات منين بقى ان شاء الله؟ تجيب لها منين؟ من انهي فلوس تقدر ان انت تغير ده؟ قلنا ده أؤيد زملائي في الملفات اللي احنا قلنا ان احنا هنصلح بيها شأن البلد. وتيجي تبص حضرتك يقول لك خرائط الأحوزة العمرانية كلها وصلت المحافظات، وصلت القرى. روح اسأل كده في أي قرية جات لك خريطة الأحوزة العمرانية، يقول لك كلام على ورق. إما إن الأرقام اللي هتطلع على هذا البوديوم أرقام حقيقية تصادف واقع، وإما إن احنا هنضحك على بعض وتتحول هذه الجلسات لجلسات فضفضة يكون مؤدها ان هي تمتص غضب الرأي العام، وان برلمانا جديدا اتى ليحاسب ليرى الناس تغيرا حقيقيا في كل شيء. اوضاع تقنين وضع اليد اللي تحدثنا عنه لسنوات، ولجان تنعقد وتنتقل لتقيم بناء عليه سيادة الرئيس سمعة هذا البرلمان في فصله التشريعي، في علاقة اللي تحول فيها المحافظين وكأنهم أعضاء مجلس نواب ينافسون النواب على أي مشروع. تلاقيه هو كأنه في تنافسية بينك وبينك وعايز يروح هو عشان ياخد اللقطة بتاع. احنا مش هنتحول لا لبرلمان لقطة ولا لحكومة اللقطة. لم يعد ليتحمل الشعب مزيدا من طرف تعالي حكومة على مجلس النواب. شكرا سيادة الرئيس. شكرا. والكلمة